هذا وش هذا؟ هذا وش بركان؟ هذا تاكسي طبعا. وش فيك؟ هذا ليش؟ هذا العيال توهم جايين مشوار. بالله صدق بالله صدق. لا والله هذا عندنا مشهد بكره. ايوه. ونحتاج السيارة ذي. الحمد لله على السلامة. منين العيال؟ من تبوك ولا؟ اقول الزول ما يصرخ حق والله يصرخ هو تخط ليه؟ ما يسكت. لا نوعيتي انا. بالعكس ترى اللي ما يسكت هذا يصرخ. اللي ما يسكت يصرح لله. انسكت قال سولف وانسلت قال اسكت. شو يسوي له؟ كم مرة نزل الشنطة. طيب الشنطة ليش جايبها انت؟ خلنا هناك. فيها طيب امسكها كذا خلاص. ما عليك تسكن هنا انت. تقول انه كثير كلامه. يا حي الله يا حي الله. الله يعطيكم العافية يا شباب والله ما قصرتم والله. طبعا هذه السيارة ابو فهد نحتاجها المشهد بكرة ان شاء الله. ايوه باذن الله. مشهد ومعطيها. هي جربها لانه هو هو هذا الكداد بكره. هذا الكداد وهذا اول راكب اللي يركب قدام. هذا مشوار قريب رحنا. انت تركب قدام من الظهر وهو بيمشون بعد المغرب. الحين انتم صارت بينكم مشكله. وين في الرياض؟ جيت الساعة 7 قلت انا ابي القصيم. قال راكب واحد ابي. هذا كلام الساعه كم؟ الساعة 7 الصبح. ايه قال ابي راكب واحد. قلت انا موجود. وانا اعطيه الشنطة هو يحطها بالسيارة ويقفل عليها. حلو. قلت مشينا. قال باقي راكب واحد. قلت انا. قال لا وروح يخليني بركان الى الساعة 11 الظهر. من 7 ل 12. من 7 ل 12. طيب وليه ما ركبت مع تاكسي ثاني ومشيت؟ المشكلة بركان اخذ الشنطة يقفل عليها ولا ادري وين رايح. اختفى. ليش؟ يعني ليش؟ عشان احجز لي مكان ما هو يبي القصيم. هي بالقصيم بس ما هو ما معقول. اكتمل العدد. من 7 ل 12. عاد رحت وديت لي زبون مزحمي وجي. كذا. وشنطتي معك. كيف وديت زبون؟ السيارة موجودة. ما انت سيارة ثانية. كاميرا اللي هنا. يعني يشيل بالثاني يضحك على ذولي. اي طيب انت اصلا انت الغلطان. انت الغلطان. المفروض ما شنطتك ما تخليه يسكر عليها. بعدين ترى الرجال هذا في اي بي ترى. كيف يعني طلبات واجد. في اي بي وانت مسكر على شنطتك من متى؟ من 7؟ من قدام. من 7؟ من 7 ل 12 يا ضايع. من قدام سلك شاحن مكيف. يلا صباح. واخذت شنطتي سكرت عليها وقعدت انا فيها. تبي ترك قدام قال لي قلت حط شنطه. قال ادفقت لا حط شنطه. وسكر عليها. وطلع على مزاحميه. وراح لمزحميه وخلص. طيب خذني معك. لا معطيك 50 ريال زود على حقي. طيب اهم شيء انت يوم مشيت الظهر انت قدام. ركب قدام خاطر كيف رقم واحد. انا اطلب 50 ريال كذا انت ليه؟ لا ما اضمن ليه البنزين. طيب ليه؟ اشك بالبنزين انا. ليه يا اخي نوب السيارة يفصل نوب. لذلك كنت احط على واحد انت. ما يصرف كم طيب كم 7 على ذا 8 وانت التاسع. مدري الساعة 12 ما بنشرته. طيب على طاري التكاسي يا عيال، على طاري التكاسي، هل سبق انه احد منكم عاش موقف مع تاكسي؟ انا اتكلم عن الكدادين اللي يطلعون من مدينه لمدينه، ما اتكلم عن داخل المنطقه. هل سبق انه احد منكم عاش موقف وما ينساه؟ انا بركان عشت موقف مع سائق تاكسي. نعم انا رحت طبعا قبل تقول معي شو بسامع المقاطعه، تدري انه التاكسي وعالم التكاسي وخصوصا الكدادين عالم مختلف فيه قصص عجيبه. انا اذكر قريت كتاب اسمه سائق تاكسي، مؤلف سائق تاكسي يحكي عن المواقف اللي تصير معه، يعني بسبب كميه عدد الاشخاص اللي يركبون معه بشكل يومي. اشخاص ومناطق وطرق مواقف إيه؟ واخلاق وتفكير. والله واجد واللي ينسى شنطته. احكي لنا يا ابو اسامه موقف صار لك مع تاكسي ولا تنساه. طبعا السؤال هذا حتى للمتابعين، اللي عاش موقف يذكره يرسله لنا. اسلم يا ابو اسامه. انا الموقف اللي مر لي بركان قبل يمكن 18 سنه او 20. ركبت لي مرأي تاكسي طال عمرك الساعه 3 العصر، كان كابرس موديل قديم. إيه؟ كانت المرتبه الاماميه وبركان ما هي مفصوله كامله. تجي لونها اصفر. اي والله لونها اصفر. اي والله. طيب ايه. طبعا السواق شايب. ايه. يمكن عمره فوق 60 اتوقع. ايه. كان يمشي 60 70، اعلى سرعه وصلها ابو بركان 80. والله مشينا يمكن 3 إلى 3.5 يعني بدون مبالغه. ايه. وصلنا 11 الله يوم. اعوذ. اي والله وصلنا من الرياض، من القصيم الرياضي، المفروض 3 ساعات. اي نعم. إيه. طبعا هم لهم طريقه ما ينزلون بالباطحه، ينزلون عند النقل الجماعي. يوم وقف هناك عمرك يمكن اللي صاحي واحد فينا والباقي نايمين. هذه التجربه اللي اول واحده واخر واحده. شكل مفتحين الدرايش. هذا يبي سلامتكم. ايه. هذه اللي بعدها انا. ابو فهد انت ما عمرك ركبت مع كداد؟ لا والله ابد. رياض مدينه لا والله نهائيا. ما شاء الله عليك. اي والله.
أجل ما عشت التجربة، أقول ترى لك موقف. تجربة جميلة. ايه أي تجربة جميلة. لا والله اني صادق والله.